تسمع كلام حلو دلوقتي يريحك بإذن الله. لو انت تعبان، لو موجوع، لو متألم، هتفوق معنا ان شاء الله بإذن الله. بس خلي عندك استعداد للتعافي. في رحلة حقيقية لتعافي الروح. ناس كتير تعافت من هذا اللايف ومن هذه الرحلة، وبدأت رحلة تعافي جديدة لتعافي روحك الجميل. اي حد بس بيدخل يقول لي اسمه، حابب قبل ما نبدأ اتشرف بحضراتكم بالناس الجميلة، ببقى سعيد بوجودي معاكم. صباح الورد يا منى، اخبارك ايه؟ يا ريت كل حد بيدخل يقول لي اسمه، من انهي بلد، زي ما متفقين على طول في تعافي الروح، وهي مستعدة معايا للتعافي، ونسبة تعافيه وصلت كام دلوقتي بعد ما تابع معانا في تعافي الروح. يلا يا جماعة، واللي لسه جديد يقول لي برضه نسبة تعافيه كام في المية. اسمعوا معانا بقى كده الميوزك دي وهدوا اعصابكم شوية، عشان انتوا محتاجين تهدوا لانكم كفاية. منى من مصر اهلا، ومن المغرب نونو، ومن السعودية. بس قولي اسمك او قول لي اسمك. صباح الفل عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اللي جاي يبقى جميل عليكم كلكم وتعوض ان شاء الله، وبشرى ان شاء الله طيبة. طمنوا، تعافي الروح حقيقية، رحلة حقيقية لروحك الجميلة الطيبة اللي انت تستاهل فيها كل خير. انا محتاج ان اعرف اساميكم كلكم. اول حاجة تبدأ معايا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. ايا كان اللي وجعك، ايا كان اللي ألمك، ايا كان اللي تعبك، فاحنا معاك. طمن، مش هنسيبك الا لما تفوق. انت هتمشي مع نفسك وانا معاك، اتفقنا؟ مصطفى بوشناق معاكم، محتوى من القلب. عندنا الحمد لله رب العالمين فضل من الله، مش شطارة مننا لكنه فضل من الله، وعندنا كتير قوي نقدمه بإذن الله. ليكي انا حاسس بيكم ومقدر. النهارده عنوان اللايف بتاعنا، بس عشان عايزين نبدأ كده مبدئيا، لو انت تعبان متألم عمال تعبر عن مشاعرك، مش عارف، سمعت لكل الناس واشتكيت لكل الناس، وبرضه بتيجي تقول لي تعبت، تيجي تقول لي انا مش عارف اكمل، مش عارف افوق، مش عارف اقوم. ابو علام الجزائر اهلا بيك، الله يبارك فيك. ابو علام الجزائر، تحية لاخواتنا في الجزائر. طبعا احنا اخواتنا العرب في كل مكان. بيسعدني وجودي معاكم النهارده. من فضلك ارتاح معايا عشان هنبدأ حاجة مهمة جدا. ايه اكتر حاجة مضايقاك لما كنت بترضي الناس اللي حواليك؟ لان في ناس كتير قوي من اللي معانا بيجوا على نفسهم عشان يرضوا الاخرين، ما بيهتموش بصحتهم النفسية وبيأذوها، بيأذوا نفسي. اصل لما انت بتهتم بالاخرين على حساب نفسك فانت بتتعب. كوتش دينا ازيك؟ طبعا لايف كوتش صح؟ اهلا بيك. لايف كوتش ولا كوتش رياضي؟ يعني كوتش بتدربي اي حاجة مثلا او حاجة، ولا لايف كوتش على الحياة، تدريب على الحياة ولا تدريب على الرياضة؟ اسمعوا الميوزك دي عشان ترتاحوا معانا كده وتقبلوا بكلام حلو كده بروقان. يلا بينا، عشان عايزك تجيب كوباية الشاي بتاعتك وتجيب لك اي حاجة تشربها وتيجي بقى تسمع معايا اللايف، عشان هتروق شوية معايا، هتروق معايا، هتستمتع وانت بتعرف قيمة نفسك معايا، هتستمتع وانت بتتعافى. يا منى، ايه رأيك يا منى؟ مدربة رياضة، طب كويس. دربي رياضة ايه بقى؟ ثانية واحدة يا جماعة، خليكم معايا. شريف جاهزة لتحدي هاربك الجديد؟ أكيد، بس إزاي؟ قوليلي، نظافة التواليت بتاعك بإيه؟ صابون مع مسحوق وكلور وساعات شاور جل واحد. عاملين ايه يا جماعة؟ يلا كله يدعم اللايف عشان يوصل لأكبر قدر. يلا بينا نبدأ. أنا سعيد بوجودي معاكم النهاردة في رحلة حقيقية جميلة ليكم. فنون قتالية، طيب يا دينا، يعني انت بتحاربي في حياتك، يعني بتحاربي في شغلك، مش هتحاربي في حياتك بقى؟ اكيد بتحاربي عشان تفوقي، اكيد بتحاربي من زمان عشان تفوقي. فنون قتالية، عارفة يعني ايه فنون قتالية؟ لازم كل واحد فينا اول حاجة هنبدأ مع بعض تعافي الروح الجميلة. كل اللي انا طالبه منك انك تقول الحمد لله رب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، وتكتب لي اسمك ومن انهي بلد. ومستعد معايا رحله التعافي ولا لا؟ تعافي الروح. وتعرف ان هي دي مش صدفه ان انت بيجيلك اللايف ده، لكنه من عند الله عشان عايزك تفوق. رسائل الله دايما جميله وبتيجي في وقتها. النفسيه، معلش يا دينا، ان شاء الله هتفوقي معانا، ما انت عندك استعداد، ان شاء الله عندك استعداد، تقدري تحقق امنياتك اهو. الميوزك ده بتاع الموسيقى دي بتاعت تقدر تحقق امنياتك. يلا يا جماعه، هتقدر تحقق امنياتك وهتقدر تفوق، هتقدر تقوم وهترجع لنفسك تاني. يلا يا جماعه، كل واحد اللي عامل لايك تحت ده يقول لي مين. انا شاكك في حد، ان هو النقط ده انا شاكك فيه، عارف انا كان حد بيدخل معانا دايما، بس ما اعرفش بقى حد سمى تاني نقط ولا لا. هل هي ولا لا؟ كانت بتدخل معانا على طول. فاي حد كان معايا من الاول يقول لي، اي حد كان معانا من الاول بيتابعنا يقول لي. يلا يا جماعه، مش مهم جدا الناس القديمه عشان الناس التانية تعرف ان في امل كبير للتعافي. الناس اللي تعافت معانا في الاول تقول للناس اللي ما تعافتش. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. والله طب حلو يا دينا، اغير. يلا توكلي على الله، دي حاجه تشرفني والله وتسعدني ان احنا بنكون مؤثرين في الناس. الحمد لله رب العالمين. عايز اقول لكم بفضل الله يعني، مش شطاره مني لكنه فضل من الله، ناس كتير قوي الحمد لله رب العالمين يعني في المجال النفسي كمان يعني بيتابعونا يعني. الحمد لله مش شطاره مني يعني، والله فضل من الله. الحمد لله رب العالمين، ده كرم من عند الله. فناس فعلا يعني انا بسعيد اوي بكلام زي دينا او كلام زي اي حد بيقول لي انا بتعافى او بفوق، ففي امل كبير للتعافي. طم يلا نبدأ. يلا، عاملة ايه؟ ازيك يا ميسة؟ لازم اكشفك، مفيش فايدة فيك. عاملة ايه؟ برضو ما بدخلش كتير على فكرة، ده اول مرة بنا كده تالت لايف لينا في الرحلة الجديدة، رحلة تعافي الروح الجديدة، بس رحلة مختلفة ان شاء الله، هتبقى اقوى واريح واحلى باذن الله. الرحلة الاولى ناس كتير تعافت فيها الحمد لله ولسه بادئين واللي جاي يبقى جميل ان شاء الله. بس ايه رايك؟ عرفتك ازاي؟ وده اي خدمة يعني، ما بتخشيش بالك كتير عشان تعرف ان رحلة تعافي الروح دي رسائل من عند الله. الحمد لله رب العالمين. وياريت تكوني شفتي تعافي الروح، برنامج تعافي الروح في رمضان كان جميل اوي وفي رسائل يومية يعني. هتلاقيه على اليوتيوب مصطفى بوشناق تعافي الروح. اول ما عرفت انك فاتح دخلت. الله يخليك يا ميس، اخبارك ايه؟ طمنين عليك. وصلت لتعافي روح تعافي روحك وصلت لكام في المية دلوقتي؟ يا ريت تقولي. انا النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا من الاخر. هو ايه ده؟ عرفت ازاي يا منى استحققنا؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ هي مش بنفس المعنى بس يعني ايه، هنتكلم عن ان انت ازاي بعد ما انت رضيت الناس كلها اللي حواليك ازاي ترضي نفسك. ازاي ترضي نفسك؟ هل انت من الناس دي ولا لا؟ هل بترضي اللي حواليك على حساب نفسك؟ هل بترضي اللي حواليك على حساب نفسك؟ هل ما بتعرفش تقول لا؟ بتعرفش تقول لا يا عيني من جمالك وحلاوتك واصلك واخلاقك؟ اسم قناتي على اليوتيوب يا استاذة هاجر، بس يا ريت تقولي لي اسمك من انهي تقولي من انهي بلد. اسم قناتي مصطفى بوشناق تعافي الروح. مصطفى بوشناق تعافي الروح، اكتبي كده على اليوتيوب مصطفى بوشناق تعافي الروح، هتلاقي انا عامل فيديوهات، عامل سلسلة للمتابعين بتوعي بتعافي الروح، ماشي، اللي كانت في رمضان، يا ريت تشوفوها. من المغرب، اهلا بيكي. بحاول اقول لا، معنى انك تحاولي يا اسراء ده كفايه، بس احنا عايزين اقول لكم كلمتين لعل المحاوله تبقى اساسيه ان شاء الله. اسمعوا معايا الموزيك ده وهدي اعصابك شويه واسمعني من قلبك، عشان الكلام ده من القلب للقلب. والعلم ما تقلقوش منه موجود، بس احنا مش هنقول احنا ايه دلوقتي، بس مصطفى بوشناق بس كفايه، لان انا حاسس بيه.
وعايزك تفوق. يعني عارف ايه اللي بيخليك تتعافى؟ ايه اللي يخلي اي حد يتعافى؟ الدعم النفسي. خلي بالك مجال الدعم النفسي ده مهم جدا. يعني لو محتاج دعم اطلبه حتى من اللي حواليك، من حد كده تكون بتثق فيه. لكن لو احتجت اكتر من كده، فحاجات الدعم النفسي مهمة. بس في اللي موجود دلوقتي هتلاقوا في ناس كتير قوي، يعني بتسمع لناس كتير قوي، وفي ناس بتبقى يعني ايه المشكلة فين؟ ان ما بيدكش لان يكون هو عايزك تتعافى اصلا. يعني الموضوع اتحول شوية لبزنس. لكن مين اللي عايزك تتعافى؟ محدش هيبقى طبعا زي نفسك يعني. لكن مين اللي فعلا عايزك تتعافى؟ فعشان كده الناس اللي بتلجأ للدعم النفسي الجأ لمختص او حد لو انت ناوي. يعني غير أنا بقول لك اللايفات والفيديوهات اللي بتسمعها دي جميلة، بس لو انت عايز زيادة وعايز تروح لدعم نفسي، ما تروحش لحد دعم نفسي. انا اقصد بيه اللايف كوتشنج والارشاد النفسي والصحة النفسية وعلم النفس وكده. ده غير طبعا الطبيب النفسي، ده اللي عنده اضطراب بقى قوي وبتاع بيروح للطبيب نفسي اللي حياته واقفة خالص. لكن احنا بنتكلم على الدعم النفسي اللي موجود دلوقتي، وهو مهم جدا وبقى موجود بقوة، لان الانسان بيحتاج دعم نفسي، واثبتت كده كل الدراسات وعلم النفس. في اوقات كتيرة ما بتقدرش تقوم لوحدك، ما بتقدرش، خلاص انت عملت كل حاجة لوحدك ومش قادر. فبتعمل عايز مد ايد، حد يمدلك ايده عشان تبر مش مد ايد يعني حد، لا، حد يمدلك ايده يقول لك تعالى والله او نوصل مع بعض البر الامان. فمهم جدا. خلاص، ما خلال ممكن تسمع فيديوهات، تسمع بودكاست، تسمع لايفات زي اللي بتاعتي، حاجات دي لأي حد. بس المهم انت سمعت كتير وشفت كتير، ارتحت قول لي ارتحت. لو ارتحت قول لي انا ارتحت. اللي ارتاح يا جماعه يقول لي لما سمع وعمل واشتكى لكل الناس وسمع لكل الناس. انتوا مش قليلين، حاجه جميله. لكن قول لي ارتحت ولا لا. يلا يا جماعه، ارتحت؟ حاسس ان انت بتتعافى لما بتسمع الحاجات دي او تسمع من الناس الحاجات دي؟ او منى بتقول مع حضرتك اتغيرت للاحسن. شكرا يا منى، والله العظيم انا سعيد. الكلام ده بقى اللي بحبه. اسراء بتقول ارتحتي امتى؟ ارتحتي امتى يا اسراء؟ لما سمعتي ايه يعني ما سمعتينا، ولا سمعتي بودكاستات تانية وحاجات تانية وفيديوهات، وحاولتي ما وعملتي مع الناس واشتكيتي وعبرت عن مشاعرك والكلام ده؟ قولي ارتحتي امتى بالظبط؟ ارتحتوا امتى يا جماعة؟ كل واحد يعبر عن مشاعره ويقول لي ارتحت امتى. كلامك يوجه الانسان لبر الامان. الله يخليك يا دين، انا سعيد من رسالة من كوتش زيك يقول لي كلام جميل كده. فكوتش قتالي كده في الحياة وقوي، ان شاء الله تقومي كده وهتفوقي. الحمد لله البرنامج فرق معايا جدا. البرنامج ده مهم يا مروه والله، وانت لولا استعدادك زي ما قلت لك البرنامج كان سبحان الله كان متيسر من عند الله. زي ما تعافي الروح دايما احسها رسالة من عند الله الواحد القهار. والله ما شطارة مني يا رب، دايما نعمة ودايما يستخدمنا يا رب، وما دايما يعني ايه نرضيه نحاول نرضيه بقدر الامكان عشان يستخدمنا. يعني يا رب اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. كلامك ثم يلي الاستغفار. لا طال الاستغفار الاول طبعا. الاستغفار فاستغفروا الله انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا. فانت لما بتستغفر وتصلي على النبي، يمكن تكون شفت اللايف ده عشان انت بتقرب من ربنا. وربنا انت وين بالضبط؟ ممكن راح اجي مصر سياحة، ممكن اخد موعد معك؟ طبعا اتفضلي يا دينا، يعني ده انت تنوري مصر والكويت. احنا طبعا بنرحب بكل اخواتنا العرب من كل مكان، الناس الجميلة، الناس اللي احنا بنحترمها ونقدرها، لان الناس الاصيلة موجودة في كل مكان في العالم. فطبعا مصر فاتحة بابها لكل اخواتها واشقائها العرب في كل مكان في العالم. ناس كتير قوي يعني بنقدرها، وولاد الاصول والناس الاصيله موجوده في كل مكان في العالم. ففيكوا نفس الحته البيضه الجميله، فانت تنوري في اي وقت، تقول لنا قبل ما تيجي وتنوري. اللهم امين يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. امين. استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب. انا مخنوق قوي وحاسه ان ما عنديش شغف للحياه. اهلا يا صاني. قولي من انهي بلد، او قولي من انهي بلد مخنوقه قوي. قولي لي من انهي بلد ومستعده معايا للتعافي، وان شاء الله في امل كبير قوي في التعافي زي ما ناس كتير تعافي. وميسة تقول لكم بقى، انا مش هقول حاجه. ميسة مش عايزه تقول، بس خلاص هي حره. الناس كلها قالت الا ميسة. انا ميسة معايا من الرحله الاولى، انت المفروض تخشي الدعامه يا ميسة. الناس
انت واحدة يعني مر عليك ظروف كتيرة. برنامج تعافي الروح مهم اللي مروة بتقول عليه، اللي فرق معاها. مروة كانت في اول رمضان كانت عاملة ازاي، وبعد رمضان عملت ازاي. فوالله الحمد لله كان تعافي الروح دي من عند الله، جراها على لساننا. السلسلة موجودة على اليوتيوب، لو خدت كل يوم فيديو واحد، مع ان انا عارف انت لما تفتح فيديو مش هتقدر ما تكملش، مش هتقدر، بس من عند الله سبحان الله، والله العظيم زي ما بقول لك رسالة من عند الله سبحان الله، وده بشهادة الناس اللي بتقول، فمش شطارة مني خالص، فضل من الله. هتيجي تفتح فيديو هتكمل لك 1 2 3 4، فهتلاقي نفسك بتفوق في نفس الوقت في نفس. بص ميسا بتقول ايه، اكيد والله كل مرة بحس ان هقع برجع اسمع فيديوهاتك تاني. طب شفتي تعافي الروح ده بقى يوديكي في حتة تانية خالص، والله تعافي الروح برنامج الرمضاني اللي انا عملته هيوديكي في حتة تانية خالص، يعني فضل من الله، لان ما كنتش بحضر له. انت شفتي في حياتك حلقات تتعمل 29 حلقة من غير تحضير نهائي؟ روحي شوفيه، لانه كان ايات من عند الله سبحانه وتعالى، فكنا جايبين ايات من القرآن وبنعكسها على حالتكم في رحلة التعافي. طب الحمد لله. ايه رايك بقى؟ قولي لي رايك، دي حاجه تسعدني طبعا. ايه رايك يا ميسة؟ بص ميسة بقى شغاله، بص لايك ايه ما بتشيلش ايدها. الله ينور يا ميسة، كده انت بتوصلي هذا اللايف لاكبر قدر ممكن، ها تدعمي بقوه. خلي بالك احنا تعافي الروح دي بقت يومية، مش يومية يعني، بقى فيديوهات يومية بجانب يوتيوب، بجانب لايفات على التيك توك. الرحلة المرة دي هتبقى قوية شوية، هتبقى فيها أنشطة، وهيبقى يتعمل زي ما أنا قلت سيشن مجاني. هنختار واحد كل أسبوع إن شاء الله هيطلع معانا في سيشن مجاني. المستعد فقط هو اللي هاخده، هعرفه وهجيبه. هنعمل كده، الناس المستعدة راح أعمل هنختار عشوائي، هنعمل ورق كده قدامكم ونختار عشوائي. دينا طبعا بتدعم، بس كلنا نحيي دينا عشان عايزة توصل هذا اللايف. لا اعتقدنا في اعدام ميت بقى، لا انتوا لسه ما وصلتوش للدرجه دي. مفيش فيديو بعد دي، كل لما ادور عليه قصده بيظهر قدامي من كتر ما بتفرج عليهم. ماشي، بيتابعيه برضه على اليوتيوب عشان اليوتيوب هيشتغل بقوه، اللي هيفوتوا حاجه هنا يلاقيها على اليوتيوب، حتى اللايفات هتبقى موجوده على اليوتيوب عشان هو طويل، فممكن يتحط على اليوتيوب عادي. اللي فاتوا حاجه طبعا، بس هو ما بيتكتبش الكلام ده طبعا على اليوتيوب، بينزل فيديو بس، يعني صوت انا بس. اتفقنا؟ فشوفوه، واللي عايز يشوف حاجه وهينزل حاجات قويه على اليوتيوب الفتره الجايه، لان اليوتيوب لازم ينزل عليه عشان هو طويل، بياخد الحاجات الطويله اللي هيبقى فيها تعليميه وحاجات فيها تدريب على الحياه وقوه. ان شاء الله الفتره الجايه طبعا ابشركم ان يبقى فيها انشطه جميله، فنتوكل على الله. فاللي هيقول دلوقتي معايا لا اله الا الله ويكتب رقم 1 هكتب اسمه، يعني يكتب لي رقم 1 يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله، وان هو اعرف انه مستعد، او يصلي على النبي، لانه قدنا في هذه الرحله اللي ربنا عملها لنا في طياره التعافي. هو الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك بكمال. الحلوة دخلت بدور الحلوة، أهلا يا بدور. يا ريت تقولي لي اخبارك ايه، عامله ايه في التعافي، ويا ريت يا جماعه اي حد بيدخل زي ما متفقين على طول اسمك ومن انهي بلد ومستعد معايا رحله التعافي، واللي هيصلي على النبي هعتبره مستعد. خلاص الرحله حقيقيه مختلفه، تعافي الروح هتتعافى، انا ببشرك بالخير هتتعافى. امل كبير قوي في التعافي زي ما ناس كتير قوي تعافت معايا، مش شطاره مني، فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل زي ما انت، عشان ربنا كان شايف اللي كان بيتعمل فيك، عشان ربنا كان سامع وشايف ترتيبهم عليك. يعني طبعا بدور بتدعم اللايف، فانا سعيد بوجودك يا بدور. اي حد بيدعم اللايف سواء لايك او شير او يدعمه باي طريقه فهو كده ايه مستعد. خليكم معايا لحظه واحده يا جماعه، ثانيه واحده، لا خلاص خليكم معايا شويه كده ماشي. اللهم صل على نبينا محمد صلاه حل بها العقد. الله عليكي، هنا كل واحد يصلي بالصيغه اللي هو بيحس انه بيرتاح فيها. نفسي اتعافى، خلاص يا بدور خليكي معانا. تعافي الروح رحله هتبقى فيها لايفات، انا بعلن عن اللايف في اول اليوم امتى ميعاده، وبجانب الفيديوهات المرة دي تعافي الروح رحلة تانية قوية، أنشطة كتيرة، هنقدم حاجات كتير الفترة الجاية لعلها نهاية اللي تعبك، واللي محتاج أكتر في سيشن للي محتاج أكتر. ماشي، السيشن دعم نفسي، لايف كوتشنج، إرشاد، بس أنا مبحبش أسمي عشان أنا بقول لك إن أنا عايزك تتعافى، هو ده المهم، ان انت تبقى عايز اللي قدامك تتعافى من قلبك، فانت بتساعده، انت
فانا انت هتمشي مع نفسك وانا معاك. ما كفتكش اللايفات والفيديوهات، ان شاء الله تكفيك يعني باذن الله، لان دي رحله عامه لوجه الله. بيبقى في سيشن بقى، وبتبقى اسعار غير خالص، بتبقى للمتابعين ليها اسعار خاصه. اتفقنا؟ فدي حاجه التانية، انا عايزك تفوق، عايزك تتعافى النهارده. كم عيوني، تحية طيبة. هدوء، اخبارك يا هدوء؟ يا ريت طمنا عليكي وعامله ايه، وصلتي ايه في رحله التعافي؟ كل واحد يقول لي نسبه تعافيه يا جماعه من فضلكم، عشان هنبدا عنوان اللايف بتاعنا النهارده. بعد ما رضيت كل الناس اللي حواليك، بعد ما تعبت، اتخذلت، اتوجعت، اتألمت، وقعدت ترضي في كل اللي حواليك وما رضيتش نفسك لحد دلوقتي، هل انت منهم؟ قول لي لو انت منهم، قول لي، اكتب لي انا منهم، او اكتب لا اله الا الله، او صلي على النبي. لا، انا اعرف منين اني تعافيت؟ سؤال حلو يا بدور، يا سلام عليك. طب ايه، هقول لك على حاجه. انت دلوقتي بتقولي لي انا نفسي اتعافى، انت اتعافيتي ولا ما تعافيتيش؟ سؤال يعني، سؤال في منتهى البساطه. انت حاسه انك تعافيتي ولا ما تعافيتيش؟ انت بتقولي لي انا نفسي اتعافى، انت بقى تعافيتي ولا ما تعافيتيش؟ انا بسالك اهو، تعافيتي ولا ما تعافيتيش؟ ايمان، ماشي، ايمان بتقول انا منهم، انا من الناس اللي بتدي عشان ترضي الناس كلها، وما بتعرفش تقول لا لحد، وبتيجي على صحتها النفسيه وعلى نفسها، وما رضتش نفسها لحد دلوقتي. طب انت بترضي الكل، طب انت فين؟ طب نفسك فين؟ منى، ما شاء الله منى، انا عاجبني النسبه بتاعتك، خلاص انت قريب قوي هتقولي 100%. افتكروا يا جماعه منى الشاذلي، كنت كام يا منى وبقيتي كام؟ كنت فين وبقيتي فين؟ افتكروا منى الشاذلي هتقولي 100% امتى. اتفقنا؟ ان شاء الله في اقرب وقت، لان هي عندها استعداد. اللي عنده استعداد هناخده معانا بقى بعد حته في طارة التعافي، وتفوق وتقوم. اني جنت كنت تعلق تعبان، تخفف عليا من مقاطع. ان شاء الله خليكي معانا دايما يا هدوء، وان شاء الله هتفوقي وتقومي. انا طبعا مقدر وجعك والمك والتعلق يا جماعه، هعمل له لايف مخصوص عشان ازاي تطلع بقى من التعلق. وفي ناس متعلقه تعلق مرضي بالسنين قاعده على باب اتقفل، ازاي تطلع منه؟ هعمل له لايف قريب قوي وهعلن عنه عشان الناس كلها تتجمع فيه، لان هيبقى لايف قوي قوي. ازاي تبطل تعلق مرضي، ازاي تحاول تطلع من التعلق المرضي ده خطير جدا، وبيوقف حياتك تقريبا، حياتك بتبقى واقفة. الله يخليك، الفضل لله يا منى، والله الفضل لله، لان هو وبعد ربنا انت استعدادك. لو ما عندكيش استعداد ما كنتيش هتسمعيني اصلا، كنت هتشوفيني تقولي ايه الاخ ده خليك انت اقعد اتكلم من بعيد، هي اقل حاجه كنت هتقوليها كده. لكن انت عندك استعداد، اللي عنده استعداد وعايز يتعافى بيبان عليه، وانا بعرفه. هدوء ايه بتقول لك شفتك اتسر القلب، هو ده الكلام بقى اللي يفرح. ليه بقى؟ لان هي عندها استعداد برضه، حاسه ان الكلام داخل. عارفه ليه؟ عشان انتوا عندكم حته بيضه حلوه اللي بلاقيها في كل دول العالم، سبحان الله. مع ان احنا يعني مش بادين من كتير برضه، خلي بالك، وما بنطلعش لايفات كتير. ان شاء الله نحاول نطلع بحيث ان الرحله دي تقوى اكتر كمان وتوصل لاكبر قدر. ان الرحله المره دي اسمها تعافي روحك، تعافي الروح. يعني الروح بتتدمر من الخزل، يعني الروح صعبة جدا. يعني الجسم انت بتغذيه بالاكل، طب الروح، غذاء الروح اللي انتوا عارفينه مهم عشان تتعلق. انت كنت متعلق ليه؟ ما انت عشان كنت بتغذي روحك بحتة مش صح، تحس ما ينفعش تعلق مرضي. هعمل لكم لايف مخصوص، حتى لو انت بتحب حد حب جنوني، او انت ده بيمثل لك كل حاجة، ما ينفعش تخليه قبل ربنا الاول. لو حسيت ان انت بتعلق بحاجة، خلي بالك، من تعلق بشيء عذب به. يعني ما ينفعش، ان الله يحول بين القلب ومرئه، بين المرء وقلبه، ماشي؟ فانت ما ينفعش تتعلق تعلق مرضي، خلي اساس قلبك. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب ستنا عائشة جدا، وعلي بن ابي طالب كان بيحب السيدة فاطمة جدا، ماشي؟ كان في حتى كان بيغزلها سيدنا علي بن ابي طالب، غزل اللي هو البيت المشهور بتاع عود الأراك، اللي هو كان بيغير عليها من كل حاجة، بيغير عليها جدا. فجاء شافها بتعمل بسواك كده سيدنا علي بن ابي طالب، فقال قال له ما معناه، لاني مش فاكر البيت، حاول تبحث عنه هيعجبك اوي. يقول له مالي يعود الأراك أراك، عود الأراك اللي هو السواك، ما يعود الأراك أراك، يعني شايفك ان انت ايه ماسكاك كده وعمالة تعمل كده، يعني نلت من صغرها
اللي هو فمها، يعني نلت انت وما نال منها حد في اي حاجة خالص شيئا، فاهم؟ الا انت، العود السواج ده. شوف، فقال له لو كنت القتال قتلتك، لو كنت قتال يعني وانت بتقاتل كنت قتلتك، عشان محدش، ما ينفعش ان حد ينول منها حاجة. شوف بيغير عليها قد ايه. فده حب. بس شوف بقى علاقته مع الله كانت عاملة ازاي، علاقته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بقى وقف حياته عليها؟ وقف حياته دي يعني، ما في ناس اصلا بتوقف ده، ممكن يوقف لو هو مثلا كلمه وحش يرضيه، يراضيه، فاهم؟ لا، هو علاقة اصلا كمان مؤذية، كانت بتبقى علاقة مؤذية وخلصانة اصلا، وممكن يكون قافل معاه وده يروح برضه متعلق بيه وعمال يدور عليه ويلف وراه ويجري وراه، فاهم؟ والسيدة زليخة وسيدنا يوسف، سيدنا يعقوب تعلق بسيدنا يوسف. ايوه بالظبط، الله ينور عليك، التعلق كان شديد، صح يا منى؟ التعلق الشديد خطر. يا عم حبه، حبه واعمل اللي انت عايزه، بس لازم ربنا، فاهم؟ الاساس ده اللي هو نفخ فيك من روحه. فمهم تغذي روحك بايه؟ بالله. وبعد كده بقى ادي واعمل كل حاجة للشخص اللي يستاهل ويستحق، بس يكون في اساس قلبك. ما بنقولكش تبقى جاحد، يعني بقولكش تبقى جاحد، مقولكش تبقى خلاص عشان اتعذبت واتخذلت واتظلمت خلاص مش هعرف حد ولا احب تاني. يقول لك اجي اقول له، اقول لحد ان شاء الله ربنا هيعوضك والناس الحلوه بتتقابل في الاخر، يقول لي لا انا مش عايز تاني، خلاص انا مش، انا اكتفيت باللي حصل لي وهبقى وحش. ما انت مش هتعرف تبقى وحش، يا ريتك هتعرف. مش هتعرف، مش هتعرف عشان انت جميل، عشان انت اصيل، بس ما تخسرش نفسك. اتفقنا؟ في المية. اتفقنا يا جماعه ولا اتفقناش؟ زوجي بخلاف بينا وليا 6 شهور، سابني انا وولادي، يقول لي خلي ولادك يصرفوا عليك. ام حسن، اهلا ام حسن. طبعا انا حاسس والله ومقدر احساسك جدا، ولا يجوز ذلك طبعا، لا يجوز من الناحية الشرعية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الاخلاقية ومن ناحية جميع النواحي. يعني ايه علاقة ان مثلا في خلاف ان يحصل يقولك يعني الصرف؟ طبعا هو مسؤول، كل مسؤول عن رعيته. فانا طبعا ده يعني ايه، حاولت تدخلي يعني ايه الناس الحكيمة عندك في الموضوع، بحيث ان ايه، مم، استعيني بالله، قولي بسم الله الرحمن الرحيم الاول، فوضت امري لله ان الله بصير بالعباد، عشان ما تقلقيش من موضوع تشويه صورتك خالص خالص خالص. ربنا قالها في القران يا ام حسن. عايزك بمنتهى الثقه دلوقتي، والله انا حاسس بيك. هتقولي الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. الان من تشويه صورتك قولي الله فوض امري لله ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات مكر. ما يتقال عليكي مش ملوش لازمه، ماشي؟ مش هيعمل اي حاجه، منتهى الثقه. وامشي في طريقك كده وحاولي تشوفي كده ايه. ماشي خلاص، اهدي بقى شويه كده ام حسن. ويا ريت موضوعك ده برضه، عشان انا عايزك بس تحسي بالقوه. تحسي بالقوه ازاي؟ ان انت تبعتي لدار الافتاء، ابعتي لدار الافتاء الكلام ده برضه هيزود قوتك. ابعتي لدار الافتاء قولي لهم الكلام ده عشان تبقي جايبه فتوى من هنا بينك وبين نفسك، يعني فاهمه؟ او لو حد كلمك حتى من الناس اهلك او كده، او حد حكيم، تقولي له والله انا سالت، وتبقي فاهمه، تبقي فاهمه انت بتعملي ايه. خلاص اعملي اللي بقولك عليه، ابعتي لدار الافتاء الكلام اللي انت قلتولي دلوقتي، ابعتيه لدار الافتاء وشوفي بقى من ناحيه الشرعيه. اتفقنا؟ و ماشي. ما انت بتقولي هو اللي قطعك، ما قطعك. لو انت مش عارفه تحلي، بصي دايما الاصلاح في رقم واحد، الاصلاح في الحاجات دي رقم واحد يا جماعه. دايما خليكي حكيمه واهدي وتروي، بس ما تجيش ما تاذيش صحتك النفسيه عشان تعرفي تتعايشي. فوالله انت يا جماعه، يا ريت كلنا ندعم ام حسن يا جماعه. ماشي بالظبط كده، الله ينور عليك. فان شاء الله خير، في اصلاح، وعسى ان تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، بس كل حاجه بهدوء بتتحل. انا عايزك تقعدي مع نفسك بحكمه، تتكلمي مع حد، تعبري عن مشاعرك، هاتي ورقه واكتبي الايجابيات والسلبيات والمكاسب والخسائر وكل حاجه فانا الموضوع. يلا وقولي لي الوضع واصل ليه. يلا، والمره الجايه قولي لي عملت ايه.
ان شاء الله خير باذن الله. ربنا يريح قلبك كده ويهديه عليك باذن الله على اولاده يا رب. يلا يا جماعه، فربنا يجعل لك من امرك يسر، امين يا رب. اللهم امين يا مروه يا رب. يجعل لها ان شاء الله. فمهم جدا يا جماعه الناس بقى يلا بقى نخش في موضوع اللايف. لسه بدأناش اللايف، يلا عشان نتكلم بقى كلمتين. السؤال ليكي، هل انت من الناس اللي بترضي الاخرين على حساب نفسها؟ اكتب لي في التعليقات، لان طبعا الناس اللي اتخذلت واتظلمت واتوجعت عملت هذا ولم تقدر بالشكل المطلوب. هل انت منهم؟ لو منهم قول لي او صلي على النبي، او قول لا اله الا الله، او قول اي حاجه. عندنا اسراء قالت عندنا ميسه. ماشي يا ميسه. لا خلاص ميسه، بس الدنيا ايه مش ظبطت شويه. لا خلاص بتقول ما بقى خلاص. ما بقاش. منى الشاذلي كنت برافو. عايزه رقم واتس. روني في ماسنجر يا منى. روني لو عايزه تبعتي حاجه، او ابعتي هنا يعني على التيك توك لو عايزه حاجه. لا خلاص بطلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملت كده كتير. قصدك في العلاقات بالظبط. علاقات يا ريت تقولي لي اسمك من انهي بلد، لان هنا الدعم بالاسم تعافي الروح. رحله حقيقيه. روحك الجميله اللي تعبت كتير من العطاء هتتقدر ان شاء الله وهتفوق. الله يخليك يا روني، الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. ده كلنا يعني مع بعض من كل مكان، الناس الاصيله الجميله المحترمه. الله يبارك فيك. ربنا بيحب الجميع، بيحب الناس الجميلة اللي تستاهل كل خير وزيكم. والله انتوا عندكم استعداد للعطاء. فانا من كل مكان ناس بتتابعنا الحمد لله رب العالمين، ولسه بادئين، ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله. بس لازم قبل ما تحبني او انت تحبني حب نفسك. لا حبيت نفسك هتفوق. لا ان شاء الله مفيش حاجة. روني بص يا روني، ان شاء الله خير. كلنا ندعم روني يا جماعة، كلنا ندعم روني من فضلكم. نحن حلقة متصلة كلنا مع بعض. هتلاقي دعم هنا وناس جميلة والله، ناس هتلاقيها كلها شبهنا، كلنا شبهنا، كلنا مصطفى بوشناق ان شاء الله. والله انا بقيت اخش على النت يعني وعلى السوشيال ميديا، بلاقي ناس كتير قوي بقت شبهي، مش عارف ليه. بلاقي ناس اصلا يعني معروفة بلاقيه بيعمل نفس الطريقة اللي احنا بنعملها، ودي حاجة تفرحني على فكرة. بالظبط. فالكلام حتى بيتقال من يعني بلاقي كلام انا اصلا قايله من قلبي، بلاقيه هو سبحان الله. فبس بتبسط على فكرة. حتى لو مادام هم بيوصلوا اكتر خلاص توكلوا على الله ويبقى احنا عندنا الثواب. فاهم؟ الله يخليك يا ميس، والله محمد رسول الله. برافو عليك. مالك برضو معانا في موضوع اللايف النهارده، ان انت بتعطي للناس الجميع. فالحمد لله رب العالمين وصلنا لناس كتير، والدليل ان الناس الكبيره المشهوره بتجي تاخد كلامنا وبيمشوا بطريقتنا وبيتكلموا بطريقتنا خلاص بقى عملنا منهج. الحمد لله رب العالمين، مش انا اللي عملته، فضل كان من الله سبحانه وتعالى واتمشى عليه. ودي حاجه تبسطني حتى لو انا مش واضح ان انا لو هم ما بيقولوش حتى الاسم مش فارق معايا. المهم ان احنا ربنا لا بيقول لك ربنا قال في القرآن وليس الانسان الا ما سعى وطبعا لكل مجتهد نصيب. فان شاء الله كل كلامنا لما يوصل، لان احنا عندنا هدف عام ان الرحلة دي توصل لاكبر قدر ممكن من الناس الجميلة المحترمة اللي في كل مكان. والهدف الخاص مش مكفي اللايف، في سيشن خاص ليه اللي محتاج سيشن اكتر بأسعار مخفضة ان شاء الله للناس اللي هي من متابعيني ليهم اسعار مخفضة غير السوق طبعا، لان السوق طبعا اسعار زادت قوي فيه بطريقة جنونية يعني. انما بالنسبة لللايف والفيديوز كافي للناس طبعا اللي ما عندهاش مقدرة. انا بعمل الموضوع ده لازم يوصل لاكبر قدر، لان دي رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. حسيتها ان هي رسالة ان ربنا بيستخدمنا، لان كان بيجي لهم حتى ابعتيلي رسالة كده برايفت وانا هقولك عشان نعرف كل واحد حالته نقول له نعمل ايه بالظبط. هيبقى في انشطه كتير الفتره الجايه هنعلن عنها كمان، ماشي؟ عشان بس خلونا دلوقتي في اللايف. الاهم الموضوع العام اللي احنا بنتكلم فيه لكل الناس، ده الاهم يهمنا، لان رحله التعافي دي ربنا عملها لنا من عنده، طياره التعافي اللي ناس كتير تعافت معاها لوجه الله. الحمد لله رب العالمين. لما الالوفات
تتعافى معانا، دي حاجة جميلة الحمد لله رب العالمين. يعني شكر بيبعتولنا الناس، شوفوا كده التعليقات اللي موجودة هنا وعلى الفيس وعلى الانستجرام، بفضل من الله الناس كلها كتير قوي، عشان احنا متفقين لما تتعافى تعالى قول انها تعافيت، بس مش عايزين اكتر من كده. انت تستاهل تتعافى، تستاهل تفوق والله. وانا بتعلم منكم وباخد خبرات زي ما انتوا بتاخدوا خبرات، احنا بناخد خبرات وبناخد مشاعر وبناخد ان احنا في دعم اخوات مع بعض لحد ما نوصل لبر الامان. اسمع بقى الميوزك الحلوة دي وروق معايا شوية، عشان بحب اللقاءات تاني. روق كده عشان هكلمك. يلا كل اللي دانا بتشير اللايف، بس انا سعيد بوجودك، ساند قلوبنا بفضل ربنا، والله بفضل ربنا يا سو. يا ريت تقول لي اسمك او تقول لي اسمك، ده فضل من الله كبير. انا مبسوط قوي بالرحله دي وبتمنى تستمر عشان توصل للناس كلها يا رب العالمين. ثانيه واحده خليكم معايا يا جماعه. بنرحب بموجة علي، اهلا بيك يا موجة علي ومنورة كلنا. طبعا موجة علي برضو معانا من الرحلة الاولى، كلنا ندعي لها يا جماعة، ربنا يكرمها ويفرحها. كلنا ندعي لموجة علي يا جماعة، يكتب لها العمرة كمان، عشان كانت ربنا يكرمها يعني بالعمرة، لان كانت قالت لي عايز اعمل عمرة، كانت بعتت لنا وقالت لنا عايز اعمل عمرة. كلنا ندعي لها ان ربنا يكتب لها العمرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. منى بتحب انت يا عمر خيرت يا منى. كان في مروه برضو بتحب، انا مش عارف، في ناس كتير للاسف ما عرفوش ان بيزعلوا قوي، بس انا للاسف اتاخرت في اللايف النهارده، كنت تعبان شويه. موجة عالية الله يسعد قلبك بما تتمني، منى كاتبالك اهو، يا رب اللهم امين. مين تاني؟ منى الشاذلي. بص منى الشاذلي ازاي بتدعم الناس، جميلة ازاي، ما شاء الله عليك يا منى، ربنا يكرمك. الناس اللي عندها قلب طيب وقلب كبير وروحها طيبة، الله يسلمك يا بدور. فهنبدأ موضوع اللايف، انا عايز يكتبها رب يكتبها لها ويكتبها لكل مشتاق. يلا يا موجة عالية، جالك دعوة جميلة وبكتبها لها ان شاء الله قريب قوي تروحي العمرة بإذن. يا رب يكتبها لها ويكتبها لكل مشتاق، امين يا رب. يلا نبدأ. دينا. فانا عايز اقول لكم يا جماعه، الناس اللي هي بترضي الناس كلها على حساب نفسها، مين اللي بيرضي الكل على حساب نفسه؟ يقول لي يا لا اله الا الله، يا يقول انا. يلا يا جماعه، او يصلي على النبي. اللي هو كان يعني تعب بسبب يعني على حساب صحته النفسيه، انه حتى يعني المفروض ان انت تبقى رقم واحد في حياتك، خلي بالك. انا بقول لك اهو، خد بالك، يعني مهم جدا ان انت يعني تعرف تقول لا وقت اللازم، تعرف تقول لا. اسراء انا، دينا انا، مين تاني يا جماعه؟ مين تاني ما بيعرفش يقول لا؟ يعني حتى لو عنده حاجه وعنده حاجه وراه، وحد مثلا جه قال له انا عايزك في حاجه، ويبقى هو مش عايز يعملها، تتكسف يقول له لا، يترفض ولا حاجه، ولا يزعل منه، يحس اللي قدامه ممكن يزعل منه، اللي قدامه ممكن ما يكلموش تاني، ممكن يأثر معاه. قول لي، عشان الموضوع ده مهم جدا يا جماعه، وان شاء الله باذن الله خليك تتعافى منه بقدره الله، مع انه موضوع صعب، لان ده انت عندك المعتقد ده، المعتقد صعب تغييره جدا، لكن يعني المعتقد ده داخلي جوه عقلك الباطن، عمره ما يتغير الا بصعوبة. يعني اصعب الحاجات اللي ممكن تغيرها، انما الصفات العادية ممكن تغيرها، لكن الحاجات البسيطة الخارجية دي ممكن تتغير. لكن يعني في سلوك معين مثلا، عادة معينة ممكن تغيرها، لكن المعتقد لا ابدا، ده عايز بقى وحش. فتخيل انت بقى لما معتقدك يتغير. في ناس كتير الحمد لله اتغير معتقداتها معانا، وانا سعيد بيها، يعني سعيد بيها جدا فوق ما تتخيل. انا سعيد قوي بالناس اللي بتتغير، الناس اللي اتغيرت سعيد بيها والله، يعني انا بشكرهم قدامكم وفخور بيهم. الناس اللي اتغيرت معايا في التعافي اللي فات، رحلة التعافي عموما، انا سعيد بيها وبشكرها قدامكم وبقدرها وبحترمها. واللي هيتعافى هشكره واقدره واحترمه، ومش هنسيبهم الا لما يقولوا لنا احنا خلاص تعافينا. وانا بتقول كانت نسختي القديمه. مروه بتقول حسن. بطلنا دلوقتي بقى نقول لعه، كمان بتقولش لا، بتقول لعه.
يعني بس دي بس من الاخر لازم من كتر اللي شافته. هي رحلة التعافي المفروض مدتها قد ايه في المتوسط؟ لا بدور بلاش والنبي الاسئله دي عشان انا ايه بتتعبني نفسيا. ملهاش مواعيد والله. هي دي حالتي وشطارتك والله. لو عندك استعداد بكره زي ما ناس كتير قوي اتعافت معانا في يومين ثلاثه، وفي ناس قعدت سنين، بس ان شاء الله لا. السنين دي الناس اللي هي بقى ايه اللي هو ما عندوش استعداد خالص. ده لازم يحصل انتكاسة. ده لو ما حصلش يبقى انت ماشي غلط، يبقى انت كده بتكتم في نفسك وفي الاخر هتنفجر. لو ما حصلش انتكاسة، الانتكاسة دي شيء طبيعي، بس المهم ان انت تستفيد من الانتكاسة. يوم ما تلاقي في انتكاسة تقف وقف تقول انا بيحصل لي انتكاسة ليه. الانتكاسة دليل ان انت بتتعافى. لو مفيش انتكاسة يبقى انت مش بتتعافى، لو في انتكاسة يبقى انت بتتعافى. اتفقنا ان طريقة التعافي ورحلة التعافي طويلة، كل خطوة في طريقة التعافي ورحلة التعافي دي بداية جديدة ليك، بتفتح صفحة جديدة ليك. والاستمتاع او الفرحة مش في نهاية رحلة التعافي، صدقني متعتك وانت بتتعافى وانت بتقوم وانت بتبدأ من جديد، وهتقدر ان شاء الله. فلو حاسس انك بدأت فعلا في رحلة التعافي، تعافي روحك الجميلة، اكتب لي دلوقتي انا برجع لنفسي، انا برجع لنفسي. لو عندك استعداد اكتب لي انا برجع لنفسي تاني. اتفقنا؟ اي حد حاسس انه عنده استعداد اكتب لي انا برجع لنفسي، او اكتب لي رقم 1 يعني لا اله الا الله، هعرف ان انت بترجع لنفسك. يلا يا جماعة، او اكتب لا اله الا الله او صلي على النبي. يلا يلا. برافو يا اسراء. اسراء كده انا عرفت ان بص كل اللي هيكتب بس بامانه لما تكتبوا لا، عشان عارف يلا هقول لك بقى بعد ما تكتب ايه اللي هيحصل. يبقى معانا مروه لا اله الا الله انا برجع لنفسي، اسراء، منى انا برجع لنفسي. يلا اللي هيكتب انا ببشره بالخير. لو انت فعلا عندك استعداد خليك صريح مع نفسك. ماشي انا بنتكس برضه تمام يا بدور. خليكي معانا بقى، خليكي معانا وان شاء الله كل خير. عايزك بقى تخش اليوتيوب وتشتركي فيها بدور عشان هيفرق معاك كتير. انت بتنتكسي معلش تتفرجي على تعافي الروح السلسله دي، اكتبي تعافي الروح مصطفى بوشنو، هيطلع لك الحلقات دي مهمه جدا. فاللي بيرضي الناس، كل واحد بيرضي الناس وما بيعرفش يقول لا، دينا بترجع لنفسها الحلوه تاني. الله يا دينا، برافو عليك. ده كلام بص يعني بفرح اول ما بسمع الكلام ده، بحس ان ريحه التعافي جابت اثر. مش بقول لكم بقيت حاسس ان في يعني الرحله بتاعتنا بقى الكلام بقيت حاسس فيه مستوى وشنات كتير قوي، والله بشوفه كتير قوي على النت كتير قوي، فبقى سعيد جدا بقول يا رب على الفضل، ببقى فرحان الحمد لله رب العالمين. ففعلا يعني انا مش شطاره مني، فضل من الله والله، مش انا بس، عشان لازم تعرفوا كده ان في امل كبير في التعافي، وناس كتير تعافت معانا قبل كده وهتشوف بعينها بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده انا كاتب، هتلاقي في البروفايل بتاعي كاتب ايه، مصطفى بوشناق تعافي الروح، كاتب تحتيها ايه، شفتوا كاتب ايه؟ كاتب كلمة مهمة جدا يا ريت تشوفوها. برجع لنفسي الحلوة تاني. فخلاص، فانا عايز اقول لك الناس الطيبة الاصيلة الاخلاق اللي بتعطي من كل قلبها وبتزعل او بتتضايق او بتقلق لو قالت لحد لا، او بتخاف وبتبقى عايزة ترضي الجميع، هو ثمار مجني. الله روق كده اعصابك معايا عشان ترتاح. مهم اوي تروق اعصابك بعد اللايف، تعمل حاجة حلوة بتحبها. جميلة اوي في هويد الليل. ده مهم جدا تعمل اي حاجه بتحبها، مش لازم اللي احنا بنحبه. انا بقول لك انت اعمل حاجه بتحبها، ان شاء الله تسمع قران، اللي بيحب القران يسمع، اللي بياكل يحب ياكل حاجه زي ما قلت لكم. انا بحب ايه؟ الناس اللي عارفاني قبل كده زمان انا بحب ايه، انا بحب ايه؟ الناس اللي عارفاني في الرحله الاولى تعمل لك حاجه تاكلها تشربها،
انا بحب ايه زي ما قلت لكم كتير قبل كده، انا بضرب لك مثال. انا بحب ايه، او مروه بتحب ايه، بتعمل كوبايه شاي بلبن ومعاها شوكولاته، تروق نفسها مع حاجه تسمعها مع حاجه تاكلها. دينا بتحب تتعلم لغات كتير. ممتاز. معاكي لغات ايه ولنا يا دينا؟ اه فعلا جميله صراحه. ف كل واحد يعمل حاجه حلوه بيحبها من فضلكم يا جماعه. فلو انت حاسس انك تعبان وحاسس ان انت بترضي الناس كلها على حساب نفسك، حاسس انك تايه ومش عارف انت عايز ايه بالظبط، حاسس ان انت متضايق ومخنوق مش عارف تتعامل وروحك متدمره، لايفاتنا وتعافي الروح ورحله تعافي الروح اللي بدات من قريب اهي ليك، ليكي انتي، ليك انت من عند الله سبحانه وتعالى. ليست صدفه وجودي وليس صدفه وجودكم، لكنه من عند الله. والدعم مع بعض ده احساس جميل، عامل زي اللي هما بيعملوا جروب السيرابي والحاجات دي. احنا بنعملها بس اونلاين، نعملها مع بعض كده وان شاء الله بعد كده في انشطه، والناس اللي تيجي معانا بقى اللي تعافوا برضو نعمل مع بعض انشطه. حاجات كتير هتتعمل الفتره الجايه، بس خلينا واحده واحده كده وربنا يكرمنا ان شاء الله. فرنساوي معي فرنسي وانجليزي، وهدخل معهد جوتا اتعلم الماني. يا سلام عليك، انت طموحه يا دينا ما شاء الله عليك. انت بص، انت قريبه قوي تستعيدي نفسك. طب ممكن تقولي لي كام في المية نسبه تعافيكي؟ حاسه او حاسه ان انت تعبانه بنسبه قد ايه؟ يعني وصلت لكام في المية تعافي؟ 80% زي منى مثلا بتقول 80%. مين تاني؟ يلا كل واحد يقول لي. بحتاج اوي اعرف نسبه تعافيك واصله لكام، عشان في الاول غير في الاخر هتيجي تقول لي والله انا بقيت نسبه تعافيه دلوقتي ما شاء الله كذا، فالناس هتحس ان انت في امل، وانا هفرح بيك. بفرح قوي لما حد يجي يقول لي تعافيت، ببقى في منتهى السعاده، لان انا بسعد بيكم لان انتوا مش موجودين كتير. خلي بالكم مش موجودين كتير. السلام عليكم. مش بحب الخروج، لما بخرج ببقى مش عايز ارجع، مش عارفه ايه السبب. شوشو اهلا بك يا شوشو. امتى بالظبط ما بتحبيش الخروج؟ يعني في ايام معينه ولا على طول بصفه مستمره، او في يعني بتبقى رايحه في حتت معينه ما بتحبهاش؟ فين المكان اللي ما بتحبيش فيه الخروج؟ اسراء 40%. حلو، مجرد ان في نسبه مش وحشه، ان شاء الله هتتقدم قريب يا اسراء، يوم ورا يوم النسبه دي هتزيد. هي ريحه تعافي مش مره، هي خطوات، نسبه بتزيد مع بعض خطوه بخطوه لحد ما توصل لبر الامان باذن الله والتعافي باذن الله. فاول حاجه لازم تعترف معايا قبل اي حاجه انك اتاذيت. بس اللي اتاذى يا جماعه يعترف من فضلك. مهم قوي انك تعترف انك اتاذيت وتعبت. ده مهم قوي تعبر عن مشاعرك دلوقتي معايا لكل حد داخل. لازم اعترف بالالم. خلصت. اي حد اتاذى يقول لي انا اتاذيت، او انا بس منى كتبت لك الفات، يعني الاذى كان بس حاجات كتير قوي. انا اتاذيت وتعبت جدا. اسراء برضو نفس الكلام. انا مشكلتي عويصه حاليا 40% تعرضت للخذلان لكن بواجه. برافو عليك، برافو عليك. بتواجهي يعني انت تقدري تعدي، تقدري بقدرة بدور برضو اتأذت وتعبت قوي. بس خلي بالكم عشان تبقوا عارفين، اصل مفيش تعافي من غير ما تحس بالألم، من غير ما تحس بيه، تستحضره وتعبر عنه. الناس اللي معبرتش، في ناس حتى لحد دلوقتي مش عارفه تعبر عن مشاعرها، لسه قاعد يكتم، يقول لا يا عم مش ينفعش اتضايق انا، ويقعد يقفل على الموضوع بينه وبين نفسه، فجاه ينفجر. اول حاجه تعترف لي دلوقتي قدام نفسك. لو مش عايز تكتب حتى تقول انا اتاذيت، لا انا وقفت على باب اتقفل بالسنين وكنت غلطان، مش عشان انا وحش، لا عشان انا كويس زيادة عن اللزوم، وقفت على الباب المؤذن فربنا قفله في الاخر. قال لك انت مش قادر تقفله، انا هقفله لك عشان انت ما تستاهلش كده، مش تستاهلش اللي اتعمل فيك، تستاهلش اللي كان بيترتب لك. هم ربنا كان شايفهم، كان شايف وسامع كانوا بيعملوا ايه وكان معاهم. انت كنت عيني مش شايف، مش عارف يفكروا لك ازاي، يدبروا لك ازاي، ناويين لك على ايه. فقال لك خلاص بقى كفايه. الباب ده مش بتاعك، مش شبهك فاهم. فربنا كرمك واداك حاجات جميله، وقفل لك باب العسر عشان يفتح لك باب يسر. زي ما قلت لك ان مع العسر يسرا، كان الباب نازل معاه عشان ربنا قال لك معاه مالكش بعد. شوف حلقات تعافي الروح ضروري يا جماعه، تفرق معاك كتير قوي. شوفها على اليوتيوب، اكتب تعافي الروح مصطفى بوشنو.
خلاص هتطلع لك السلسلة 29 حلقة عملناهم في رمضان، كانت رسائل من عند الله يوميا. مهم جدا ليك لبدايتك، دي بدايتك مع فيديو تخلي تحلي تجلي، دي البداية هتلاقي مهم اوي. هنزلكوا على الستوري برضو بعد كل لايف. كنت بوصل لدرجة الانهيار بس الحمد لله دلوقتي احسن. خلاص يبقى اول خطوة تتفرج على تخلي تحلي تجلي، تعافي الروح بتاعتنا السلسلة اللي على اليوتيوب. لو خدت فيديو واحد 4 دقايق او 3 دقايق هتلاقي نفسك غصب عنك بتشوف كذا فيديو ورا بعض. سبحان الله من عند الله، ده بشهادة الشهود، بشهادة الناس، مش شطارة مني لكنه فضل من الله. لان حتى الرسائل دي لو بتسمعها فما جاتلكش كده، ليس من فراغ وجودك وليس من فراغ وجودي، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى، مش صدفة، ليست صدفة. كنت بوصل لدرجة الانهيار بس الحمد لله دلوقتي الحمد لله رب العالمين يا شوشو، ان شاء الله هتفوقي تقومي. اتأذيت وتعبت خلاص. فمهم جدا خلي بالك اللايف طبعا مش هنلحق نكمل في الرضا بتاع ازاي ما ترضيش الناس كلها اللي حواليك، يعني ازاي تقول لأ وترضي نفسك، يعني عشان نفسك فين. هنكمله اللايف الجاي. خلاص يبقى اللايف الجاي تكملة ازاي تعرف تقول لأ من غير ما تحس ان انت هتخسر حد او هتترفض او ايا كان. ازاي تحمي نفسك وتحمي صحتك النفسية، كل ده ان شاء الله المرة الجاية. كل يوم اتابع كنت محاضرتك، الله يعطيك الجنة يرزقك. الله عليك، ده كفاية عندي، ده كفاية عندي. ربنا يكرمك يا رب. يا ريت كل واحد يقول لي اسمه وناني بلد ومستعد معايا ريحة تعافي اللي بيدخل جديد يا جماعة. مهم جدا عندي الاسم والمكان. يلا يا جماعة بناني بلد اللي بيتابعنا من كل بلاد العالم والحمد لله لسه بادئين، ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله. أميرة يوسف تقصدي صح؟ أميرة يوسف من السعودية. اخواتنا في السعودية الناس الجميلة والله، هتلاقوا ناس جميلة اوي من كل الدول العربية هنا بيتابعونا، أصيلة زينا فيهم نفس الحتة البيضة. مش كده عملنا كده حاجة صغننة كده لأولاد الأصول، الناس الأصيلة اللي تعبت في حياتها وعيت. فمهم جدا ان انت تقول لي انا اتأذيت، لو انت اتأذيت، لو انت تعبان تقول لي، يعني مهم جدا عشان لازم تعبر عن مشاعرك. قول لي انا اتأذيت، اللي اتأذى يا جماعة يقول لي انا اتأذيت، انا تعبت، انا اعطيت، انا اديت من كل قلبي. مهم قوي عشان تتعافى لازم تعترف بألمك. اعترف وفوق. اعطيت، انا عارف انت ما كنتش ضعيف على فكرة، انت ما كنتش ضعيف، انت ما كنتيش ضعيفة وانت بتدي. انت كنت بتحاول تحب من قلبك، كنت بتحاول، يعني انت كنت بتحب فعلا، وكنت اصيل فعلا، وكنت جدع فعلا، وكنت عايز تدي فعلا، وكنت عايز الحياة تستقر فعلا، وكنت عايز العلاقة تبقى جميلة فعلا، كنت انسان فعلا. عشان كده اوعى تندم على عطائك، اوعى تندم على طيبتك، اوعى تندم على اللي اتعمل فيك. انتوا حلوين وهتفضلوا حلوين ولسه مستمرين على الحلاوة والاصل والاخلاق، لان انتوا اصلكوا عالي، انتوا ناس اصيلة واصلها عالي. هما ما قدروش جمالكم، ما قدروش شبابكم، ما قدروش روحكم الطيبة، ما قدروش ان هما يعني عرفوا يوصلوا لناس زيكم. وكان في ناس كتير ما كانتش تتمنى ولا تحلم توصل لناس زيكم، يعني معطائين وروحها طيبة واخلاق وعالية واصل عالي. فهم يعني مش وش انتوا بهدلة صراحة، بس يعني حصل بهدلة، حصل مرمطة من ناس ما قدرتكش، ناس ما عرفتش قيمتك الحقيقية. تعمل ايه؟ هل العيب منك؟ العيب فيهم مش فيك، العيب في اللي ما قدرش. اذاك اذية كبيرة، ما نشوف فيها اشخاص مؤذية هي وظيفتها الاذية. طيب في انواع من الشخصيات احنا بس مش عارفينهم، لكن في شخصيات اصلا مؤذية، طبيعتها مؤذية. في انواع من الشخصيات كتير على فكرة. علم النفس هنتكلم عليه بس انا مش عايز اكلمك في علم النفس عشان انا بكلمك دلوقتي من القلب، ويمكن نجاح الرحلة دي ان هي من القلب. لكن احنا لما بنحتاج علم بنحتاج ان احنا بدخلها لك بطريقة مش واضحة، يعني انا بدخلها لك في النص بطريقتي. خلاص، يعني بعمل لك العلم بطريقتي، لان لو عملتها لك بطريقة العلم يعني ممكن تلاقي ناس تتعقد شوية. لكن انا بجيبها لك كل اللي انت بتسمعه بره انا بسمعه لك بطريقة اخرى. اتفقنا؟ بسمعه لك من القلب بطريقة ان انت تحس بيها،
فعلا تطبقها عليك حرفيا. لازم تعترف انك اتأذيت، تعبر عن مشاعرك، اكتب في ورقة كده مشاعرك النهاردة، ولو حاسس انك تايه، حاسس ان انت محتار، اكتب وتعالى معانا. صدقني الرحلة دي ليك ان شاء الله بإذن الله، بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقك في ليها، مش شطارة مننا. فالتعافي بيبدأ فعلا، ورحلة التعافي بتبدأ فعلا لما تستعد وتكون مستعد تفهم انك كنت بتتأذي. ويمكن انت كنت مش عايزك تلوم نفسك، لكن يمكن انت اذيت نفسك لما ما كنتش بتعرف تقول لا، لما كنت بترضي كل اللي حواليك. وفي نفسك فين. هعلمك ازاي ان انت ترضي نفسك ازاي باذن الله، مش شطاره مني بس يبقى عندك استعداد. وهعلمك ازاي ترفض من غير ما تحس ان انت زعلت اللي قدامك او هيرفضك، او ان انا اتعودت من وانا صغير ان انا ادي عشان اتحب، عشان انا عندي المفهوم ده ان اتحب، ان انا ادي كتير قوي على حساب نفسي. لو صلى على حساب نفسي، لا ابدا، اوعى. اسمع بقى الميوزك ده كده عشان خلاص هنريح شويه وهنكمل المره الجايه باذن الله. هعلن عن اللايف الجاي باذن الله. اشوفكم على خير. في حاجات هنعلن عنها يا عمرو ان شاء الله قريب في دورات، وهنعمل حاجات كتير قوي، والسبق ليكم ان شاء الله. هنعلن عنها الفتره الجايه ان شاء الله قريب. بس حاليا اللي موجود، احنا هنعلن عن دورات وهنعلن عن ورش عمل وهنعلن عن حاجات كتير. بس اللي موجود حاليا سيشن. الناس اللي عايزه زياده سيشن خاص فردي هيبقى برايفت. المواضيع بقى التانية دورات، ورش عمل، سيشن يعني هتبقى في اغلبها زي محاضرات، سيشن كلام من ده، سيشن عام يعني. ده هيبقى بقى قصة تانية هنعلن عنها الفترة الجاية بإذن الله. اتفقنا؟ فاللي عايز بس حاليا اللي شغال اللي محتاج اكتر سيشن فردي، لكن اللايف صدقني والفيديو خليك معانا ان شاء الله. للناس اللي هي مش قادرة تخليها معانا في اللايف والفيديو، ان طبعا احنا محتاجين ان الرحلة دي توصل للناس كلها عشان تفوق وتتعافى وتقوم وتبدأ من جديد. اشوفكم على خير الناس الجميلة المحترمة، اشوفكم على خير ونتقابل ان شاء الله في تكملة لايف التعافي. تعافي روحك الجميلة بوعي ان شاء الله، تبقى توصل للوعي اللي يفتح بصيرتك من عند الله سبحانه وتعالى، وعينك تفتح بقى وتشوف اللي ما كنتش شايفه، وتعرف تتعافى وتفوق، وتعرف تقول لا امتى من غير ما تحس ان انت ممكن ان انت تأذي نفسك، من غير ما تأذي نفسك وتيجي على صحتك النفسية. انت الاول. فالنهاردة هتعمل خطوة صغيرة معايا، الناس اللي موجودة معايا دي هتفرق معايا هذه الخطوة. آمين يا رب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وتفرقنا تفرقا مرحوما. آمين يا رب. آمين يا رب. ماشي. فاحنا هنعمل حاجة واحدة صغيرة بعد ما تخلص. عيش انا هرد عليك ان شاء الله المرة الجاية عشان احنا خلصنا. يا ريت تخش معانا اللايف الجاي. هنرد عليك في كل حاجة، تجنبي مش تجنبي، خافي مش خافي، كل حاجة موجودة، بس هنقولها لك بشكل جديد. خلاص مش لازم تعرفي مسميات، صدقيني المسميات مش هتفيد، لكن الأهم من المسميات الأهم ان انت اصلا تفوق، ان انت تقوم. ما انت سمعت لكل الناس وسمعت المسميات الجديدة وكل حاجة، زي مش عايز اقولك المسميات، سيب المسميات دلوقتي. ما انت سمعت لكل الناس، ارتحتوا. ابعتلي على الخاص يا عمرو، ابعتلي على الخاص. ماشي يلا. اشوفكم على خير يا ناس يا جميلة محترمة اللي بتتابعوني من كل مكان. فتتعمل حاجة حلوة بتحبها بعد ما تخلص معايا، ولو صغيرة لازم اعمل حاجة صغيرة عشان تحس ان انت بتعمل حاجة مسيطر عليها. ما انت لما بتعمل حاجة حلوة بتحبها ده رتب اوضتك، مش عارف في الحياة، اعمل اكل شرب، اتفرج على حاجة، حاجة تشربها، اي حاجة، شوف طبيعة، اتعلم حاجة، شوف حاجة، بص رياضة، العب رياضة، اعمل اي حاجة وتعالى قول لي عليها لو عايز. اللايف الجاي هسألكم عملتوا ايه، واشوفكم على خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وانا هنقول لكم امتى المواعيد بالظبط. يلا كل طيبين يا جماعة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك بكماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.